ودي حاجه مهمه جدا عشان خاطر الجسم يقدر يعتمد على او يعتمد عليه يعني في كذا حاجه، في تغيير الاتجاهات، في الاستيليشن، في كذا حاجه. ماشي. فهو شغال من غيره الاستابيليتي بتاعت الركبه بتتاثر بشكل كبير. طب هل في او مثلا خلينا نقول ليه ACL بيتصاب والبي سي ال ما بيتصابش مثلا؟ يعني اشمعنى الاي سي ال الفريكونسي بتاعت اصابته اكتر بكتير من البي سي ال؟ حد عنده اي معلومه؟ علشان الاستابيليتي اللي مطلوبه من الاي سي ال اكتر من اللي مطلوبه من البي سي ال، والبي سي ال في حاجات في الاستراكشر بتاعت الركبه بتساعده اكتر من الحاجات اللي بتساعده. فمثلا ممكن نقول ان السيتويشنز اللي الركبه بتتحط فيها تصيب الاي سي ال اكتر بكتير من البي سي ال، صح؟ طيب البي سي ال احنا بنتعامل عنه بشكل كويس، بس البي سي ال لا. ماشي. طيب انا اول حاجه هبدا بيها هنقول اناتومي سريع جدا عن الركبه، مش هنخش في الاناتومي دلوقتي. الفيمر كلنا عارفينها، ماسكه من اول الهيب لحد الركبه، بعدين التيبيا من اول هنا لحد الانكل تحت، الفيبيولا جنب التيبيا، التيبيا من جوه، الفيبيولا من بره، الباتيلا صابونه الركبه، المينيسكس هو الغضروف اللي بيحمي ان الركبه تحك في بعضها فيحصل خشونه، يحصل مشكله في الركبه، فهو ما بين عظمه التيبيا وعظمه الفيمر. اوكي. الليجامنتس المهمه اللي عندنا في الركبه ACL PCL LCL MCL. ال LCL هو رباط ماسك من هنا من بره الركبه لحد هنا، ال MCL من جوه من هنا لحد هنا. اوكي. فاحنا عندنا دول اهم اربعه ليجامنتس في ركبتنا. هنيجي بقى للاي سي ال. زي ما دكتور عبد الله قال، الاي سي ال بيبريفنت الانتيريور ترانسليشن بتاع التيبيا تطلع لقدام. الاي سي ال بيبريفنت التويستنج، يعني ان ركبتي تخش لجوه. والاي سي ال ممكن يتصاب مع الاكسسيف ني فالجاس، يعني ادخل ركبتي لجوه مره واحده. حلو. دول 3 حاجات كده هنبدا بيهم. طيب ده شكل الاي سي ال من جوه. ده اي سي ال سليم مفيهوش مشكله. ده اي سي ال مقطوع، لو خدنا بالنا هنلاقي هنا في المينيسكس اهو اللي كنا بنتكلم عنه. اوكي. والتيبيا بترول على الفيمر بالشكل ده، فانا الفيمر عندي الفيمر بترول على التيبيا بالشكل ده. اوكي. طيب. ده برضو شكل اي سي ال تاني من جوه. لو خدنا بالنا ان هو صغير قوي بس هو بيستحمل فورسز كبيره قوي. ماشي. فهو هنا ماسك منين؟ هو هنا ماسك من فوق من العظمه دي من جوه، من هنا من ورا، وطالع لحد قدام. هنشوفه برضو في الصوره دي. الاي سي ال ليه 2 باندلز، يعني الاي سي ال ليه اكنه هم رباطين جنب بعض كده وماسكين الاثنين في بعض. ماشي. بس هو بيتقال عليه في الاناتومي ان هو رباط واحد بس. ليه انتيريور ميديال باندل، يعني من قدام ومن جوه، وليه بوسترولاترال باندل، يعني من ورا ولاترال لبره. فلو شفنا هنا ده مع الني تويستنج ومع الني فليكشن، ده هنا 110 ديجري فليكشن، هو مش ستريتشد زي هنا ما هو ستريتشد في الاكستنشن. ده من جوه وده من بره. ده اناتومي سريع عن الاي سي ال، ودي الارتكلز اللي فيها كل المعلومات اللي انا جايب منها الاناتومي بتاع الاي سي ال. طيب هل الفلات فوت ريسك ان يحصل اي سي ال انجري؟ حد عنده اي فكره؟ هل لو انا عندي فلات فيت وبجري هل ده يعمل لي مشكله او يخليني عرضه اكتر ان انا اتصاب في الاي سي ال؟ ولا لا؟ مش شرط. طب ليه؟ طب ما انت لما بتبقى عندك فلات فوت فرجلك داخله لجوه فركبتك داخله لجوه، فالحاجات اللي بنسمعها دي ليه ده مش بيحصل لو انت بتجري؟ يعني رياضي ولا ايه؟ هو رياضي وبيلعب كوره بروفيشنال. الفلات فوت يعني الجسم ممكن يكمبنسيت عنه بانه يعمل اكسسيف ني فالجس، بس ده مش شرط، لان الناس اللي عندها فلات فوت لما بتعمل ني فالجس بتبقى السيتويشن ده متعوده عليه اصلا. اوكي. فالاي سي ال عموما بيستحملها صح؟ يعني مين اللي هو بيستحمل الفورسز اللي بتحط عليه في التوبيك دي بالذات؟ قول لي. اقول لك فممكن وممكن على حسب. طيب في التوبيك دي بالذات انا حاولت ادور كتير جدا عشان الاقي اي ستاديز عن الموضوع ده.
فانا ما لقيتش اي حاجه. هم فيو ستاديز زي ما انا كاتب، حاجات بسيطه قوي هي اللي بتتكلم على فكره الريسك ما بين الفلات فوت والني فالجس. فاي حد بيقول اي راي في الموضوع ده هو غالبا رايه الشخصي، هو غالبا مش حاجه مبنيه على ابحاث ودراسات. ما جابوش مثلا 200 واحد عندهم فلات فوت و200 واحد ما عندهمش وشافوهم على مدار السيزون مثلا في الكوره بيجي لهم اصابه ولا ما بيجي لهمش. ده ما حصلش. فما فيش قوي الفكره اللي تقول لنا انه في ريسك فاكتور ما بين ده وده. ولكن انا لو واحد عنده بالمنطق، لو واحد عنده اكسسيف فلات فوت، وفلات فوت يعني جامد قوي لدرجه ان هو مش قادر يخلي رجله تبقى في البوزيشن الطبيعي اللي هو ده، فهو ده مش اكسسيف قوي. بس في ناس عندها الفلات فوت بتاعها اكسسيف جدا، ده ممكن يبقى عرضه، بس برضه ده مش مبني على داتا قويه يعني، ولكن بالمنطق شويه. طيب اللي بعده، هل الني فالجس ريسك للاي سي ال انجري؟ الني فالجس ريسك؟ طيب حد عنده اي اجابه تانية؟ لو انا ركبتي بتخش لجوه وانا بجري، هل ده ريسك؟ طيب ها انت معاك المايك. يعني بحس ان الني فالجس عموما هي دي الميكانيزم اللي الاي سي ال بيتصاب فيها في ماشي الأغلب يعني. اوكي. بس في نفس الوقت في رياضات معينه بتتطلب ني فالجس، بس ماشي. هو الاثليت ده او الرياضي ده قادر يشتغل عكس الني فالجس وقادر يكنترول الني فالجس، اوكي. فهي ممكن تاثر على حد لو هو مش جاهز ان هو يستحمل لو هو مثلا مش واحد بيلعب رياضه كتير ونزل قرر يلعب كوره واوريدي ركبته بتخش لجوه جامد قوي، فممكن الريسك اوف انجري يبقى اعلى، صح؟ بس لو هو قادر يتحكم عكسها فما فيش اي مشكله، يعني قادر يخش في الفالجس اوكي. وعنده الماسكولار كنترول ان هو يعمل عكس الحركه زي لعيبه ممكن. مثلا. بس هم بيتحطوا في السيتويشن ده، بس هم قادرين ان هم بالظبط قادرين يتحكموا فيه، صح؟ كلام مظبوط جدا. خلينا نفرق ما بين حاجتين في الني فالجس. في ني فالجس بيحصل وانا بتمرن، يعني انا دلوقتي مثلا بعمل سكوات، نزلت سكوات وركبتي راحت داخله لجوه، اوكي. طيب وفي ني فالجس تاني بيحصل مع الكاتنج في السبورت، لو انا بجري وجريت ورحت عامل كده وركبتي راحت داخله لجوه، وانا عملت لاندنج وركبتي دخلت لجوه. فرق كبير ما بين الني فالجس اللي بيحصل هنا والني فالجس اللي بيحصل هنا، فرق كبير ما بين الفورسز اللي بتتحط هنا والفورسز اللي بتتحط هنا. حلو. فلو انا هقول هل الني فالجس هو ميجرمنت ولا لا، انا هتكلم على الدايناميك ني فالجس اللي بيحصل في السبورتس جوه الملعب، وانا بلعب باسكت وانا بلعب كوره وانا بلعب اي حاجه. لكن الني فالجس مع السترينث تريننج، لو انا بلعب مثلا سكوات، بلعب لونجز، بلعب اي حاجه، مش ريسك فاكتور ان هو يجيب لي خالص اي سي ال في الملعب، اوكي، ولا ريسك فاكتور خالص ان هو يجيب لي اي سي ال وانا بتمرن. يعني صعب جدا جدا تلاقي حد جاله اي سي ال وهو بيلعب سكوات مثلا، او هو بيلعب ديد ليفت، دي صعبه جدا ان هي تحصل، لكن هي بتحصل فعلا وبنسبه كبيره في الملعب. دي صوره يا جماعه بالاي اي، قلت له اعملها لي بس هو ما عملهاش عادل يعني. وعمل حاجه تعبانه كده، بس هي المفروض دي ني فالجس يعني. ده ني فالجس اهو. وعلى فكره ده نون كونتاكت، يعني ده ما حدش دخل فيه، ده هو بيجري وفجاه جاله حصل له الني فالجس فركبته طرقعت فوقع على الارض في ساعتها. الفيديو ده من اسبيتار من على اليوتيوب، هتلاقوا عندهم فيديوهات كتير قوي بتتكلم عن الاي سي ال وبتتكلم عن احدث الدراسات اللي اتعملت في الموضوع ده. فهنقول ان الني فالجس مع السايد كاتنج، لو انا بروح وباجي كتير وبتحرك وبفنت وبتحرك في الملعب، هو ريسك فاكتور ان هو يجيب لي اي سي ال. واصلا ده الميكانيزم اللي ظهر في كل الفيديوهات، ان في كل الابحاث ان هو بيجيب اي سي ال فعلا، بيجيب اي سي ال انجري. ولكن ما اقدرش اقيسه بالدايناميك ني فالجس اللي بيحصل وانا بتمرن. يعني ما اقدرش اقول ان لو انا بلعب سكوات وبيحصل لي ني فالجس ان دي مشكله. ما اقدرش اقول ان ده برضو مشكله لو انا بلعب مثلا ديد ليفت ولا اي حاجه. في الريسيرش ده كله هتلاقوا الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي، وانا بقول وانا واخد كل الكلام من هنا. فهو هنا اصلا بيقول لك ايه، كيس جود باي تو ذا كيسنج نيز. الكيسنج نيز اللي هم الاثنين، هو بيقول لك انه ما فيش اي ريليشن ما بين ان انا ابقى بتمرن مثلا وبقى في ني فالجس بيحصل، وان في الملعب يبقى في اي ني فالجس بيحصل. طيب في بقى حاجه مرتبطه بالني فالجس، الفاتيج. طيب لو انا بنزل الملعب، انا واحد بتمرن وبلعب كوره او بلعب اي رياضه، وبنزل الملعب وبلعب كتير قوي لدرجه ان انا خلاص رجلي بقى فيها فاتيج بشكل جامد قوي، اللي هو يجيب لي اكسسيف ني فالجس، يدخلني في ان انا يحصل اي سي ال انجري. ده فعلا في الابحاث، لما في البحث ده جابوا حوالي 20 شخص
هم عندهم فيديوز كده، عندهم ماشينز بتصور وبتعمل انالايز للملاعب والحاجات الرياضيين بيعملوها، وبيشوفوا ده الني فولجس بتاعه كام ديجري، وده الني فولجس بتاعه كام ديجري. فلما بيحللوا على مدار السيزون، بعد كده بيجيبوا 20 واحد كده و20 واحد كده. لما جم يعملوا لهم بعد ما حصل فتيج، بعد ما لعبوا مثلا ساعه او ساعتين، بيعملوا لهم حاجه اسمها دروب جامب تيست. دروب جامب تيست ده ان انا اقف على بوكس وانزل على رجليا الاثنين. اوكي، فهم ما نزلوهمش على رجل واحده، هم في الاستادي دي نزلوهم على رجليهم الاثنين. فانا لو عندي مشكله في رجل هتكمبنسيت الرجل الثانيه عادي جدا، مش شرط ده مش مقياس. المقياس الصح ان هم ينزلوا على رجل واحده، بس في الاستادي دي اللي حصل ان هم نزلوهم على الاثنين. اوكي، لما جم عملوا الاستادي دي لقوا ان فعلا لو انا لعبت ساعتين في الملعب ففي فتيج جامد قوي، فانا رحت عملت الدروب جامب تيست ده، الني فولجس بيزيدوا بشكل ملحوظ. فده معناه ايه؟ ده معناه انه فعلا في الملعب لو انا عملت اكسسيف مجهود جامد قوي وجيت في اخر الماتش مثلا، انا بقالي ساعتين بجري، في ريسك اعلى من اي شخص تاني ان هو يحصل له ACL تير. طيب نرجع قبل ما حد يشوف. دلوقتي احنا عندنا 3 ميكانيزمز من الانجري بتاعه ACL، حد يقدر يقولهم لي؟ ايه ال3 ميكانيزمز اللي ممكن حد يتصاب في ACL فيهم وانا في الملعب؟ ميكانيزم الاصابه نفسها، ميكانيزم الاصابه نفسه يا اما ني فولجس، يا اما باور عاليه قوي عملت anterior translation للتيبيا. باور من ورا، صح؟ زي اصابه كارفاخال مثلا. ماشي، لما شات صح، حاجه وقفت فوق ركبته فخلت التيبيا طلعت لقدام بشكل جامد قوي، صح؟ وواحده ثانيه زي اصابه بروفوفيتش لما عمل سنجل ليج لاندنج وعملت اوفر اكستنشن فقطعت ACL الاثنين، قطعت الاثنين، صح؟ طيب الاصابات دي كلها فيها كونتاكت ولا ما فيهاش؟ لا نون كونتاكت، صح؟ فانا عندي هنا 3 ميكانيزمز للانجري ممكن يحصلوا في ACL. بس في يعني ممكن تحصل كونتاكت وممكن بالظبط، الني فولجس ممكن يحصل كونتاكت او نون كونتاكت، بس خلينا نتكلم على بقى حته كونتاكت ولا نون كونتاكت دي. انا عندي 3 ميكانيزمز ان انا ممكن اتصاب فيهم في ACL: نون كونتاكت، وان دايركت كونتاكت، وكونتاكت. حلو، الكونتاكت ان حد يخش في رجلي فالACL هيتصاب. اوكي، النون كونتاكت ان ما حدش يلمسني خالص. ماشي، طب ايه الان دايركت كونتاكت؟ هو راح هو بفرصه عاليه، حد عمل كونتاكت من مكان تاني في جسمي. بالظبط كده، انا بجري بالكوره، واحد جه اداني كتف، بس هو اداني كتف، هو ما لمسش رجلي، بس انا وقعت بشكل خلاني نزلت على رجلي وحصل لي ACL انجري، او انا طالع انط اعمل هيد مثلا، ادي هيد في ملعب كوره وحد جه خبطني من فوق، فلما نزلت على رجلي وهي مفروده على الاخر فحصل ACL انجري. فانا عندي نون كونتاكت وان دايركت ودايركت كونتاكت. النون كونتاكت هي اكتر حاجه بتجيب ACL انجريز، ده اللي لقوه في كل الابحاث اللي اتعملت، ان النون كونتاكت هي اكتر حاجه بتعمل ACL انجري، وان الدايركت كونتاكت حاجه بسيطه قوي حوالي 20%. يعني دايما احنا بنسمع في اي حد دكتور علاج طبيعي مثلا بيتكلم في الموضوع او حاجه، او في التلفزيون، انه ده واحد دخل فيك من هنا فعمل لك رجلك كده. لا، هو مش ده اللي بيحصل. هو اللي بيحصل انه في نون كونتاكت، انت اديت فرصه عاليه جدا، نزلت على رجلك جامد قوي، عملت كده ورحت داخل برجلك لجوه، او انت في المين كاتيجوريز بتاعت النون كونتاكت انجري هم 4 حاجات: ان انت تبقى بريسنج، انت بتضغط على لعيب، انت مثلا مدافع وبتضغط على لعيب، انت بتريجين بالانس بعد ما شوت، انت واحد شوت الكوره وبعد كده ثبت على رجلك الثانيه، فانت هنا بتحاول تريجين البالانس، بس الفرصه كانت عاليه جدا جدا لدرجه ان هي قطعت الصليبي. ثالث حاجه ان انت تلاند من جامب، انت نازل من جامب ما عملتش لاندنج صح، ما نزلتش على ركبتك بالشكل ده، انت نزلت على ركبتك وهي مفروده فحصل ACL انجري. او بالتاكل، لو بتاكل حد في الملعب، ده برضو دي من اكتر 4 حاجات اللي هم بيأثروا على ACL ويخلوه يتقطع اسرع. فالنون كونتاكت هي اكتر حاجه فريكوينت في الجزء بتاع ACL انجري. وبرضو كل دي والارتكلز دي على فكره، يعني هنا هتلاقوا مكتوب systematic video analysis of anterior cruciate ligament injuries في professional female basketball players. هما بيصوروا اللعيبه دي فيديوز بماشينز متطوره، وبعد كده بياخدوها على سوفت ويرز متطوره جدا، بيعملوا اناليسيس لكل حاجه عند اللعيب
عشان في الاخر يطلعوا بالنتائج دي كلها. فالدايناميك ني فالجس اللي كنا بنتكلم عليه لو فتحتوا كل الابحاث دي هتلاقوه هو من اول الحاجات اللي بتجيب اي سي ال انجري. ولكن زي ما قلت لكم ما اقدرش اربط الني فالجس في السترينث تريننج بالني فالجس في الملعب، ده حاجه وده حاجه تانية. طيب دايجنوسس، ازاي اشخص حد جاله اي سي ال انجري؟ بس في قبل ما نقول اي حاجه في 3 بيلرز كده، 3 حاجات في تشخيص اي اصابه في الحياه. ممكن حد يبقى عارف ايه هم؟ في ناس ما اتكلمتش. يلا يا زياد ادي لزياد اهو، زياد هو اللي هيقول. لو انت جاي لك واحد مصاب، ايه الحاجات اللي انت بتاخدها منه في الكشف؟ انت بتكشف عليه دلوقتي هتعمل له ايه؟ انت بتكشف عليه. اول حاجه مثلا اكتر حاجه بيجيله فيها البين، حلو، يعني بيجيله البين عامه مع اللوز. فانت بتسمع منه صح؟ ففي هيستوري، حلو قوي. اول حاجه. تاني حاجه، خلصت الهيستوري وسمعت منه والله حصل لي كذا وكذا واتصبت وانا نازل من على السلم وركبتي ورمه، ايه تاني حاجه على طول بعد الهيستوري؟ مش اكتر حاجه مش عارف يعملها مثلا يعني. حلو، يعني فيزيكال اكزامينيشن او فانكشنال اسسمنت، بشوف بقى احط ايدي على الشخص واعمل له تيست واشوف المشكله دي جايه منين. طيب ثالث حاجه بعد التيست، لو هو جاي لي باي اشعاعات لازم ابص عليها. ماشي، ما اروحش اعمل كده واقوم سايب الاشعه واقول له الاشعه دي ملهاش لازمه. ممكن يبقى في ريد فلاج في الاشعه دي يخليك تكسكلود كل حاجه انت كنت هتعملها. ماشي، فاحنا عندنا 3 مين اسبيكتس عشان اعمل دايجنوستس صح: الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن. في حاله الصليبي هي سبيشال تيستس، ماشي، لان السبيشال تيست في الصليبي في حاجه اسمها سنسيتيفيتي وسبيسيفيسيتي، بشوف التيست ده فعلا يديتكت قطع في الصليبي ولا ما يحصلش ديتكشن. في الصليبي السبيشال تيست دي السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعتهم عاليه جدا، مش زي اي حاجه تانية. يعني في الشولدر الاصابات بتاعت الكتف صعب ان انا اعرف الاصابه دي ايه بالظبط بالسبيشال تيستس. ماشي، ممكن يبقى حد عنده تندينايتس او يعني التهابات في وتر معين، اعمل تيست الوتر تاني يطلع لي معايا بوزيتيف عادي جدا. لكن في الاي سي ال السبيشال تيست مهمه قوي. يبقى انا لازم اكومباين الهيستوري تيكينج، وده مهم قوي ان انا اسمع للشخص ده، مع الفيزيكال اكزامينيشن، مع الايمجنج، عشان اقدر اقول في الاخر ان والله ده قطع فعلا كومبليت تير في اي سي ال. طيب ايه هي الساينز اللي هشوفها لو حد عنده قطع في الرباط الصليبي؟ هم 3 ساينز مهمين جدا. هيقول لك انا ركبتي طرقعت، هيقول لك انا ركبتي بتخني، هيقول لك انا حصل لي ايميديت افيوجن، ركبتي ورمت في ساعتها. دول 3 ساينز مهمين جدا لما اجي اعمل التستات اكتشف ان هو خلاص كده ده فعلا اي سي ال تير قبل ما اشوف الاشعه. ممكن على فكره ما يحسش بواحده فيهم، يعني ممكن ركبته ما تورمش في ساعتها، بس لما يروح يعمل رنين يلاقي ان لا في اي سي ال تير. وممكن ما يسمعش البوبينج سنسيشن دي، لو هو في مكان مثلا دوشه ولا اي حاجه ما يسمعش البوبينج سنسيشن، ما يسمعش قصدي صوت البوب ده، فما يحسش انه في حاجه، يعني ما حصلتش اي سي ال تير، ده انا قمت متنشف بعدها. في ناس فعلا بيحصل لها كده. فانا عندي مصطلح اسمه ليمب ده انا باخد LIMP كل واحد فيهم عشان اقدر ادايجنوز اي سي ال تير. اول حاجه ليج جيفنج واي ات ذا تايم اوف انجري، انا في ساعتها حسيت ان ركبتي خانتني كده ورحت راجع مكانها تاني، ده ساين مهمه جدا للاي سي ال تير. طيب inability to continue، انا خلاص قمت، غالبا انا مش قادر ادوس على رجلي، انا قمت حد عكزني لحد ما طلعت بره. في على فكره ناس وشفت ده قبل كده ان هو بنت كانت بتلعب هاند بول، اتصابت في الاي سي ال وقامت كملت الماتش، يعني هي جالها اصابه اي سي ال دلوقتي وقامت كملت الماتش عادي جدا. فبالذات الانابيليتي تو كونتينيو اكتيفيتي دي ممكن تبقى ريلاتيف من شخص للتاني، قد ايه هو قوي لو جاله اي سي ال قبل كده وحاجات كتير. الافيوجن والبوب دول مهمين قوي. الافيوجن فعلا بتديني انديكيشن انه في حاجه فيها مشكله، وغالبا مشكله جامده، يعني مش يعني طالما حصل افيوجن بنسبه كبيره في مشكله جامده، لازم اكومباين بقى كذا حاجه مع بعض. اقول والله طب انت ما قدرتش تتمشى بعد الاصابه، يقول لي اه. طب انت سمعت صوت طرقعه، يقول لي اه. طب انت الوجع فين، بره ولا جوه؟ ابدا اشوف الحاجات دي كلها، اعرف انه فعلا الافيوجن ده دليل على الاي سي ال انجري. وصوت الطرقعه اللي قلنا عليه، دي برضو كل الارتكلز
الليمب ده هو موجود في ارتكل، ودي من قريب مش من بعيد. دي الارتكل اللي انا جبت منها الليمب. في الارتكلز دي كلها هنلاقي انه فعلا في 4 تيستات مهمين قوي، هم دول اللي هنقولهم دلوقتي هيحددوا لنا اذا كان الاي سي ال ده اتقطع ولا ما اتقطعش. اوكي، لو جيت هنا طيب في عندي قبل ما نشوف في 4 تيستس بالصليبي. عايز حد بقى تالت، فين المايك؟ الانتيريور درور تيست، ماشي اللحمة، ماشي. فاضل على فكره هم 2 تيستس كمان، يعني هم 4 تيستس، وفي جهازين بيقيسوا القطع في الرباط الصليبي بس متطور شويه عن التيست المانيوال يعني. بس قولي لي فاضل 2 كمان، حد عارفهم؟ حد عارف حاجه غير الانتيريور درو تيست واللخمن؟ في واحد بس انا مش عارف اسمه الصراحه، أنهي؟ بيشوف الفانكشن نفسه بتاع الاي سي ال، اللي هو تحط يعني بتشوف الانتيريور ترانسليشن بتاعت صح، اللي هو بتشوف هي التيست ده اسمه ليفر ساين. التيست ده اسمه ليفر ساين، اللي هو بشوف بيه الفانكشناليتي بتاعت الاي سي ال. وفي البيفت شيفت تيست، كلهم هنعملهم دلوقتي وهنشوفهم. في بقى حاجتين مهمين قوي بيستخدموهم في المعامل، في اللابز بره. بس اجيب لكم ماشي. بصوا كده الفيديو ده. Hi, I'm John from NLH Physio. I'm here to show you the KT1. We're closely in conjunction with Mr. Jara, the orthopedic knee consultant, to provide this test. Hi, I'm John from اهو شايفين الماشين دي؟ الماشين دي بتتحط على رجل الشخص بالشكل ده كده، بتثبت الفيمر جامد قوي. هنا اهو، بصوا هو بيشد ازاي. طيب انا لما بشد هنا بعرف ايه؟ والجهاز ده ميزته ان هو بيقيس الانتيريور ترانسليشن بالظبط بالمليمترز، يعني هو دايما بيديتكتوا انتيريور ترانسليشن بتاع التيبيا قد ايه. لو اي سي ال انجري اكتر من 3 ملم في ترانسليشن في التيبيا، لكن اقل من 3 غالبا هو اي سي ال فانكشنال وما فيهوش اي مشكله. فانا هنا بشد جامد قوي عشان في الاخر الجهاز بيديني من هنا القرايه بتاعت الجهاز. اسمه كي تي 1000 ارثرومتر. ماشي. فعندي حاجه كمان اسمها الرولي ميتر تيست، زيه بالظبط كده، قريب منه شويه، بس هو جهاز يعني الى حد ما ارخص من ده شويه. بيستخدموه برضو في الابحاث بره. هنا طبعا في مصر مش هنلاقي الكلام ده، يعني ما نلاقيش الكيتي 1000 ده ولا اي حاجه. عايزين بقى حد كده نعمل عليه التستات. دكتور عبد الله تنورنا نعمل التستات الصليبي. طيب احنا عندنا يا جماعه 4 تستات. ال4 تستات دول انا هعملهم قدامكم دلوقتي على واحد سليم، بعدين هنشوف فيديوهات لناس متصابه هنعرف الفرق ما بين الاثنين ايه في الصليبي. خليك. طيب احنا عندنا اول حاجه لخمن تيست. لخمن تيست بحط رجلي في 15 ديجريز في الرينج ده كده، لا نزلها تحت شويه وسيبها خالص عليا، سيبها خالص ايوه رجلك تقيله كده. وبعدين ببدا اشد التيبيا لفوق وانزل الفيمر لتحت. طبعا ده واحد سليم مش هشوف عنده اي حاجه، بس لو حد مش سليم هلاقي ان التيبيا عندي بتطلع لفوق والفيمر في مكانها، بس هيبقى واضح قوي ان التيبيا بتترانسليت لفوق. طيب ده اللخمن تيست. اللخمن تيست بجربه ايدي في الهواء، اوكي، رجله في الهواء، فانا اللي بزق من عند السبمانه. طيب الانتيريور درور بثبت رجله هنا وبنفس البوزيشن ببدا اشد لقدام، بشوف هو فعلا في تير ولا مفيش، في ترانسليشن ولا مفيش. طيب ثالث حاجه
تالت حاجه البيفوت شيفت تيست. خليك زي ما انت، خليك زي ما انت يا يوسف، رجلك خالص، رجلك خالص. طيب البيفوت شيفت تيست انا بشوف بيه الاستابيليتي بتاعت الركبه. خليني كده اجي من جوه من هنا. فانا بحط الركبه في انتيريو في روتيشن لجوه، وببدا ازق 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 ازق. لو واحد عنده اي سي ال هلاقي رجله بتعمل تك ترجع تاني. ماشي. انا بزق، بحط التيبيا لجوه وازق ازق. في وجع؟ لا حق. عندك اي سي ال؟ الاقي بوب وهلاقيها باينه قوي وصوتها باين قوي، ده معناه انه مفيش استابيليتي في ركبته. خلينا كده نشوف قبل ما نخش على الليفر تيست. بصوا كده البيفوت شيفت، شايفين ركبته عملت ازاي؟ شايفين هنا ركبته عملت ازاي؟ وهو لو قدامك هتسمع صوت ركبته. ده انديكيتور للاي سي ال. شايفين هنا ركبته عملت ازاي؟ ماشي. ده انتيريور درور، رجله على الارض. طيب Hey everyone, Paul here from Ortho-Eval. A lot of swelling, a lot of effusion inside the knee joint. بصوا برضو هنا لما هيجي يعمل اللخمن تيست، بصوا هتلاقي ركبته طلعت لفوق ازاي. Relax. Okay, let that leg go. We hold that femur here. Knees at about 20-25 degrees of flexion. We do a nice, easy anterior drawer of the tibia on the femur. So we have her rest, we shake it a little bit, and then we just do a nice little pull. شايفين الركبه عامله ازاي؟ هنا مفيش اي سي ال خالص، هنا الاي سي ال رايح في داهيه. What you're looking for is kind of like a snap. ده الليفر. بصوا تعالوا نبص على الليفر ساين قبل ما نعمله. And as you can see here, we have some. لا ولا لخمن. لا ده ليفر ماشي. Hey everyone, feel comfortable doing a. Put the fist under. شايفين بيحط ايده فين تحت السمانه ازاي؟ And then you're going to be putting a. بعدين بيبوش على الفيمر. Distal femur. What we're looking for is to see if. هتلاقي الكعب طلع من على الارض. If it does not come off the table, it's positive. Okay, so here we go. Okay. لو واحد سليم تلاقي ركبته طلعت من على الارض. About a year ago, and we're going to do this one to test that ACL. And as you can see, the heel comes up really. نجرب كده الاي سي ال. بصوا انا هقف من هنا عشان تشوفوا. انا هحط ايدي تحت السمانه. اوكي. ريح رجلك خالص وهزق. كعبه ما طلعش. اوكي. وانت ليه كعبك ما طلعش؟ عندك اي سي ال؟ طيب هنا اهو. شايفين دي؟ اوكي. لكن لو انا واحد عنده اي سي ال هتلاقي كعبه فضل على الارض عشان ما فيش اي حاجه تتحكم في الطلوع ده. شكرا. متشكرين جدا. حد عنده اي اسئله لحد دلوقتي؟ معلش سؤال. اتفضل. السلايدين قبل كده. ايوه لا اللي بعدها معلش. دي ايوه كده. الجهاز اللي هو KT. الترانزليشن بالملي. حاطين رقم معين اللي هو فاريبل مثلا من 3 ملي لغايه كذا ولا لا؟ لانه مثلا